كيفاش المغرب غادي يواجه المنتخب وصل الدور 16 في المونديال؟ جواب غادي يفاجئكم نهار 27 مارس في مدريد. السلام عليكم. اليوم جبت لكم خبر حصري عن المقابله اللي غادي يلعبوا فيه المنتخب المغربي ضد منتخب الاكوادور نهار 27 مارس في مدريد الوندا متروبوليتانو. غادي نشارك معكم التفاصيل والاهميه من هذا الخبر ديال هذه المواجهه والتحليلات السريعه ديال هذه المباريات، وعلاش بالضبط في هذا الوقت اختارنا المنتخب الاكوادور نلعبوا معاه نهار 27، وشنو المغزى من هذه المباراه الوديه. التاريخ ديال الون متروبوليتانو مدريد اسبانيا، المواجهه المغرب غتكون منقوله، غتكون صحافه العالميه تراقب اللاعبين، خصوصا الصحافه ديال اسبانيا، برازيليه، الهايتي، استقلال، غادي يشوفوا نقطه القوه ديال المنتخب المغربي. وخصوصا سمعت بالانباء بان رئيس الجامعه غادي يقيل جميع التقنيين ديال الاداره ديال المنتخب المغربي، وغادي يخلي الوالد ركراكي، وغادي يعاود يجدد الفئه ديال التقنيين منهم مساعدين محللين. هادشي نخلوه من بعد. هذا الماتش ودي ولكن مهم بزاف للمنتخب المغربي، خصوصا قبل هاد النهائيات ديال كاس العالم ديال 2026 في امريكا. الملعب غادي يستضيف مواجهه قويه بين المنتخبين. علاش هذا الماتش مهم؟ اكوادور منتخب قوي في امريكا الجنوبيه، ماشي سهل يوصل لدور 16 في قطر في المونديال. يعني التحدي الحقيقي ديال الاسود، خاصنا نجربوا الفرص امكانيات ديالنا، وخاصنا نجربوا لاعبين جدد وما نعتمدوش على اللاعبين اللي انتهت الصلاحيات ديالهم. الفرصه للمدرب الوالد ركراكي باش يصحح الاخطاء اللي دار في كاس افريقيا ملي نادى على المصابين. دابا هذا الوقت خاص يعوض لاعبين جداد الا بغينا ندو الكاس العالم. يجرب تشكيله جديده ويشوف لاعبين جدد. الجمهور المغربي في اسبانيا غادي يكون متحمس باش يشوف المقابله، غادي يكون حاضر بقوه. تخيلوا الاجواء في الملعب غادي تكون مفرجه. هذه هي الفرصه باش نشوفوا المنتخب الاسود ديالنا كيلعبوا ضد منتخب قوي. واش متحمسين هذا الماتش؟ خلوا لي التعاليق ديالكم، الاراء ديالكم. غادي نتابعوا هذه المباراه وغادي تكون وشكون اللي غادي يربح فيكم، واش المنتخب المغربي او المنتخب الاكوادور. والتحياتي.